السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة قوي في اول فطار لينا في رمضان. هنعمل رقاق باللحمة، وهنعمل الرز المعمر الفلاحي الجميل، وهعرفك ازاي كل ده يطلع معاكي ناجح من اول مرة. بس لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. اول حاجة كده هنبدأ بالشوربة. هجيب حلة فيها مية على النار بتغلي، وهنزل ببصلاية وكوباية من عصير الطماطم. وبعد كده معايا التوابل بقى، معايا ورق لورا وحبهان وفلفل اسود ومكعب من المرقة. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض كويس، واول ما يغلوا وياخدوا غلوة بالطريقة دي هبدأ بقى كده هنزل بالفراخ بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا الفراخ غسلتها كويس قوي ونقعتها في ليمون وجنزبيل بودر، وبعد كده صفيتها شطفتها وصفيتها، وبعد كده كتفتها من تحت زي ما انتوا شايفين كده، عشان بعد ما تستوي الاوراق بتاعتها ما تبقاش مفتوحة وشكلها مش حلو. هنزل بيها على طول في الشوربة وهي بتغلي، وبعد كده بقى هغطي عليها وهسيبها تستوي خالص براحتها، وعادي لو ضفت الملح في المرحلة دي. بعد كده هجيب بقى طاسة على النار وهبدأ كده اعصج اللحمة. هحط كده حوالي 3-4 معالق كده من الزيت، واول ما يسخنوا معايا هنزل ببصلاية كده متوسطة متقطعة تقطيع صغير، وهبدأ كده ادبلها في الزيت. واول ما تتشوح وتاخد اللون الجميل ده هنزل على طول باللحمة، اديها صدمة. انا مش هقلب فيها الاول كده عشان تاخد صدمة وما تنزلش السوائل اللي فيها. وبعد ما يتغير لونها معايا هبدأ انزل بقى بالتوابل، فلفل اسود و7 بهارات، مش اكتر من كده. وهبدأ بقى اظبط الملح بتاعها، وبعد كده هضيف لها فلفلاية واحدة بس رومي متقطعة تقطيع صغير، ده بيديله نكهة حلوة قوي وطعم حلو قوي. بس هديها بقى تقليبة وخلاص كده هطفي عليها. هنعمل بقى مع بعض الرز المعمر. عشان تظبطي اي حاجة اي معيار رز معاكي سواء في صينية او في برام، هتخلي التلت رز والتلتين سوايل. يعني هيكون معاكي عقلتين صباع كده فاضيين في البرام، يعني عقلة صباع تحت زي ما انتوا شايفين كده في الرز واصل لعقلة الصباع بس. هتظبطي البرام بتاعك او الصينية وتقيسي كده عقلة صباع الرز يكون واصل لعقلة الصباع، ومن حرف الصينية او البرام يكون العقلتين بتوعك بتوع الصباع دول يكونوا فاضيين. ده عشان لو هتعايري اي حاجة، مش لازم مثلا حاجة صغيرة او حاجة كبيرة، اي صينية عندك اي برام هتقدري تعايريها بالشكل ده. بعد كده هبدأ بقى احط له الملح. انا معايا معلقة واحدة كبيرة من الممسوحة من الملح، دي مظبوطة قوي على الكمية دي، ده حوالي كيلو من الرز. هحط له كده معلقة كبيرة من الملح، وبعد كده هقلبها كويس قوي في الرز. وبعد كده بقى معايا اللبن يكون مغلي، اللبن انا غلياه وهضيفه على الرز وهو سخن. ويفضل ان اللبن يكون ليه قشطة ووش زي ما انت شايفة كده بالظبط، عشان هي دي اللي هتديني الوش بتاع الرز. بالنسبة لكمية اللبن اللي هحطها يا دوب هغطي بس وش الرز بحوالي عقلة صباع. لازم يبقى يا دوب متغطي كده حاجة بسيطة، وبعد كده هزود الباقي مية عشان الرز ما بيستويش في اللبن، هو بيستوي في المية. هبدأ اضيف الباقي بتاع الصينية او البرام اللي عندي، هضيفه كله مية لحد فوق. كملي لحد فوق وما تقلقيش. بس كده تمام، المعيار كده ده بالظبط مظبوط. وانت بتحطي الرز او بتحطي اللبن، الرز ممكن يتحرك من مكانه، فعشان نظبط التوازن بتاع الرز وما يطلعش معايا جنب مرتفع وجنب واطي، هتبدأي تهز الصينية او البرام بس بالراحة كده عشان الرز يتحرك من مكانه ويبقى متساوي معاكي في الصينية. بعد كده هبدأ بقى ادخله على فرن سخن على درجة حرارة 200. الفرن بيكون شغال معايا من فوق ومن تحت، وبحطه كده على أرضية الفرن. وأول بقى ما بياخد وش كده من فوق ببدأ أطفي عليه من فوق وبسيبه بقى يتشرب ويستوي خالص بقى براحته. بعد ما الرز استوى معايا خالص واتشرب طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب بقى بظهر معلقة أو بظهر شوكة، وهبدأ بقى أعمل كده فتحات في قلب الرز. طبعا احنا من البداية ما ضفناش أي مادة دهنية، هنضيفها بقى في المرحلة دي. هجيب كده معايا معلقة كبيرة من السمنة،
زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اوزعها على الوش بتاع الرز، معلقة واحدة بس. زي ما انتوا شايفين كده هي من السخونية هتسيح لوحدها وهتنزل على الرز. وبعد كده معايا فنجان صغير من الزيت، يعني لو بالكوباية المعيارية يبقى تلت كوباية من الزيت. هبدأ كده انزل بيها على الرز واحدة واحدة، يعني هبدأ كده اوزعه واحدة واحدة لحد ما يتوزع معايا كويس. وبعد كده بقى هبدأ ادخله الفرن تاني، ياخد 10 دقايق في الفرن يتشرب بس المادة الدهنية، وهيطلع معاكي مظبوط جدا. عشان نعمل بقى صينية الرقاق الحلوة الجميلة بتاعتنا، هبدأ اجيب كده صينية وابدأ احط فيها، هبدأ كده احط شوية من السمنة، يعني مثلا حوالي معلقتين، واوزعهم كده بالفرشة كويس قوي، واعمل من الاطراف علشان تحمر معايا الرقاق كويس قوي من تحت. بعد كده هجيب الرقاق بتاعي ومعايا الشوربة. حاول الشوربة ما تكونش سخنة معاكي قوي عشان تقدري تتحكمي في الرقاق. انا الشوربة بصراحة كانت سخنة فكان بيتكسر مني، فخدي بالك من النقطة دي. بالنسبة لأول رقاقة تحت، انا ببلها من جنب واحد بس، ما ببلهاش من الجنبين عشان هتغيب معاكي في التسوية وهي بتاخد لون. هتاخد وقت لما تنشف، وبعد كده تستنى لما تحمر. فمن الافضل اعملي اول وش بس. وبعد كده ببدأ ارش بين الطبقات سمنة كده بوزعها بالفرشة. وبعد كده برضو بعمل الطبقة التانية بنفس الطريقة. انا بالنسبة للصينية دي انا بحط 3 طبقات تحت و3 طبقات فوق، مش اكتر من كده عشان ما يبقاش سميك معاكي ومش حلو. هبدأ احط الطبقة دي، وبعد كده هرش رشة برضو من السمنة بالفرشة كويس قوي. وبعد كده هعمل الطبقة اللي بعدها. عملت ال3 طبقات، وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتي اللي انا عصجتها، وهوزعها كويس قوي في الصينية. اهم حاجة ما تجيبيش على الاطراف قوي علشان اللحمة ما تتحرقش منك وتبقى مش حلوة. يعني حاولي تخلي يعني حوالي نص سنتي كده فاضي، وابدأي وزعي بقى اللحمة بتاعتك كويس قوي في الصينية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده بقى هكمل برضو ال3 طبقات اللي فوق بنفس الطريقة. هحط الرقاق، هبل الرقاقة، وبين كل طبقة والتانية هرش كده رشة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني انا اول رقاقة ببلها من وش واحد بس، والباقيين ببلهم من الجنبين. انا كده خلاص خلصت الصينية بتاعتي. وبالنسبة لاخر طبقة دي انا حطيت عليها السمنة تكون زيادة شوية عشان تاخد وش حلو مقوي معايا من الفرن. بحط لها الشوربة ولا اي حاجة تاني، هي الشوربة اللي انا استخدمتها وبليت بيها بس. هدخل الفرن على درجة حرارة 200، الفرن شغال من فوق ومن تحت. بعد كده هنعمل بقى شوية ملوخية كده على السريع. بجيب معايا المرقة بتاعتي تكون بتغلي، واحط فيها حوالي فصين كده من الثوم وشوية كزبرة ناشفة ومكعب من المرقة. واول ما تاخد غلوة معايا هنزل بالملوخية وهضربها بالمضرب السلك كده، وهتاخد غلوة واحدة معايا بس. انا مش هسيبها تغلي كتير على النار، غلوة واحدة بس معايا. وبعد كده هبدأ بقى اعمل لها الطشة بتاعتها. معايا كده معلقة كبيرة من السمنة. وبعد كده هنزل بحوالي 5 فصوص كده من الثوم. هنا انا بوريكم الرقاق لما طلع من الفرن. انا هغطيه زي ما انتوا شايفين، هو طالع عامل زي فطير. هبدأ كده اغطيه بصينية وهسيبه مع نفسه كده حوالي ربع ساعة. على ما اخلص الاكل بتاعي كله هيكون هو بقى طري وجميل. بقى تاني للملوخية بتاعتنا. التوم اول ما ياخد لون كده معايا هنزل عليه بمعلقة كبيرة كده من الكزبرة الناشفة. مش بحطها في الاول عشان ما تمررش. ببدأ كده اول ما التوم ياخد لون بس خفيف كده بنزل عليه على طول بالكزبرة الناشفة. حمرهم كده مع بعض، واول ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح ده هنزل بيهم على طول على الملوخية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا خلاص تمام. هجيب بقى الرقاق بتاعي وهحاول كده انزله على صينية. بالنسبة للتسوية بتاعة الرقاق، لو انت الفرن بتاعك مش قوي او ما بيشتغلش من فوق وتحت مع بعض، تقدري تشغلي النار عليه من تحت. ولما يبدأ ياخد معاكي اللون من تحت هتعرفيه ازاي، هترفعيه كده بحرف السكينة. اول ما ياخد اللون معاكي دهبي من تحت
هتبدأي تشغلي الشواية لحد ما ياخد الوش الجميل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هتخرجيه من الفرن وتبدأي تغطيه بصينية وتسيبيه مع نفسه خالص، يعني حوالي كده ربع ساعة، يبدأ يطرى الوش بتاعه معاكي ويبقى جميل، هتقطعيه بكل سهولة وهتحسي ان هو فطير مش رقاق، مورق وجميل ومش معجن. دي افضل طريقة تعملي بيها الرقاق. وزي ما انتوا شايفين التسوية بتاعته حاجة كده ما شاء الله، يعني تحسي كده ان هو فطير مقرمش وذهبي، واللون بتاعه ذهبي قوي من تحت، من فوق ومن تحت زي بعض بالظبط. اعمليه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبك جدا. احنا خلاص خلصنا الفطار بتاعنا. ده الرقاق زي ما اتفقنا، قلنا كل التركات بتاعته، اسرار التسوية اللي فيه كلها. والرز المعمر زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. اعمليه بالطريقة دي وان شاء الله اي صينية او اي برام هتنجح معاكي. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رأيكم ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم منه كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.